السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم لي كيش بجوج حشوات مختلفين. الحشوه الاولى غادي نشارك معكم ديال الدجاج بطريقه اللي مختلفه وكتجي رائعه بزاف، والحشوه الثانيه ديال السبانخ وبالقمرون. حشوات اللي رائعين ولذاذ وسهلين في طريقه التحضير ديالهم. نتمنى تتابعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. الا كتشوفوا الفيديو انه يستاهل انه يطلع، ما تنساوش تخليو لي واحد اللايك وشي تعليق باش هكا يشوفوه الناس اخرين. ونخليكم مع الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه، وما تنسونيش من لي لايك ديالكم وبالتعليق الزوينه ديالكم اللي كتفرحني. نبداو على بركه الله. بالنسبه للعجين ديالنا غادي نحتاجو هنايا 450 غرام ديال الدقيق، فانا هنا غادي ندير كلشي في الخلاط، يعني في الهاشوار، اولا تخدموها غير باليد، يعني اللي بغيتو. فانا باش تسرعوا يعني تخدموها دغيا، من الاحسن ديروها هكا الهاشوار. درت هنايا 170 غرام ديال الزبده، تكون هكا بحراره ديال المطبخ. والدقيق راني درت 450 غرام ديال الدقيق. ضفت هنا معلقه صغيره ديال الملحه، ضفت شويه ديال الابزار، درت هنا الهريسه بودر يعني اختياريه. وهنا غادي نسم العجين ديالي بثومه بودر، وغادي ندير هنايا واحد معلقه ديال لا موطارد. وهنا غادي نخلط مزيان، نرمل داك الدقيق هو وداك الزبده بهذه الطريقه. يعني الطريقه هذا الهشوار كيسهل عليكم المأموريه صراحه. طريقه سهله، اولا كما قلت لكم تقدروا يعني تخدموها هكا غير باليد. وهنا غادي نضيف بيضه وحده، درت هنا بيضه كامله، وغادي نحاول نضرب هكا واحد جوج ضربات، نشوف الا باقي خاصني يعني العجينه مازال ما تجمعاتش. غادي نضيف ليهم جوج ديال المعالق ديال الياغورت طبيعي. هنا راني درت جوج معالق، وهنا صافي غادي نخلط، وغادي نلقى العجينه ديالي راها مجموعه. يعني ماشي بزاف، يعني غير كتخلطوا واحد جوج ضربات هكا وكتشوفوا العجينه ديالكم صافي راه تجمعات. كما كتلاحظوا العجينه ديالنا كتجي رطبه. وهنا صافي غادي نحيدها من الهاشوار، وغادي نجمعها نديرها هكا في بلاستيكه. فكما قلت لكم الطريقه يعني بالنسبه لهذا الهاشوار كيسهل عليكم شويه العمليه، دغيا كتوجدوا العجين ديالكم. وهنا غادي نديرها هكا في بلاستيكه، غادي نخليها في الثلاجه شويه ترتاح. وغادي تاخذوا لي مول فاش غادي ديروا لي كيش ديالكم. انا هنا اختاريت نديرهم في هاد لي مول اللي كيجيو هكا طوال. غادي ندير جوج، سواء بغيتو ديروهم هكا فرديين في لي مول هكا صغار، اولا ديروا واحد كبير. فبالنسبه للعجينه راني يعني خرجت ليا جوج ديال لي كيش، وباقي شاط ليا فيها يعني شويه. كما قلت لكم تقدروا نتوما تستعملوا العجينه كما بغيتوا، ديروا الشكل اللي بغيتوا، سواء حجم عائلي ولا هكا فرديين. هنا غادي ناخذ العجينه ديالي وغادي نقسمها على جوج، وغادي ندلكها هكا بالطول. نشوف القياس ديال المول ديالي. هنا غادي ناخذ العجينه ديالي من بعد ما سرحتها هكا على الطول كما كتلاحظوا. غادي نحيد ليها هاد الزوائد، وغنحاول نلبسها لداك المول. حاولوا العجينه يعني ما ترقوهاش بزاف، تكون هكا شويه متوسطه، ما تكون رقيقه بزاف، ما تجيش عاوتاني غليظه. كنحاول نلبسها كامل المول، وكنحاول نضغط عليها خصوصا في الجناب باش هكا تجينا العجينه مقاده هكا. ملي نحيدوا المول يبانوا فيها هذوك لي طراس هكا ديال لي مول. هذا هو الشكل ديالها. وهنا غادي ناخذ فرشيطه وغادي نحاول نتكها هكا في الداخل وحتى من الجوانب باش ما تنفخش لينا هكا العجينه ملي نديروها في الفران. الطريقه راها واضحه في الفيديو. ونفس الطريقه غادي نديرها للمول الثاني. وبالنسبه للعجينه راه خرجت لي هاد جوج كيشات هكا اللي يكونوا طوال، وباقي شيطات ليا شويه ديال العجينه. يعني تقدروا يعني ديروا فيها هكا هاد لي كيش اللي كيكونوا صغار. انا حطيتها في المجمد وقت ما نبغيها ناخذها، اكتفيت هكا غير بهاد الجوجات صافي. وهنايا ملي كملتهم بجوج هنا غادي نحطهم في المجمد. غادي نحطهم في المجمد بما نوجدوا الحشوه ديالنا، ومن بعد نطيبهم باش هكا العجينه ديالنا ملي ندخلوها الفران ما تنزلش لينا، تبقى لينا هكا بالشكل يعني مقاده، ما تنزلش ما تهبطش معنا ديك العجينه. وانا بالنسبه للحشوه الاولى ديال الدجاج درت هنا شويه ديال الزبده مع شويه ديال الزيت، درت واحد ضريس ديال الثومه وحبه وحده ديال البصله اللي مشلضه كما كتلاحظوا. غادي نخليها تشحر شويه.
وغادي نضيف ليها هنايا الدجاج. درت هنا واحد الصدر ديال الدجاج اولا لا داند اللي متوفر عندكم. هنا نتوما كتحكموا في الكميه، فانا يعني غادي ندير غير كميه اللي قليله، حيت غادي ندير غير مول واحد اللي يكون هكا يعني طويل، حيت هو ما كبيرش بزاف. بالنسبه للتوابل درت شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، وهنايا ضفت شويه ديال الملحه. غادي نشحر داك الدجاج ديالي مزيان، نخليه شويه يتقلى حتى كتدخل فيه ديك العطريه اللي درنا. بالنسبه للخرقوم الا ما بغيتوش ديروه بامكانكم انكم ديروا غير العطريه اللي درنا، الملحه والبزار وسكينجبير، وتستغناو على الخرقوم. لكن الا ما بغيتوش يعني يبان لكم داك اللون، صافي. هنا درت الماء الكافي اللي طيب لينا داك اللحم، داك الدجاج ديالنا. وهنا غادي ناخذ حبه وحده ديال البطاطا راها كافياكم، وغادي نقطعها قطع اللي يجيو هكا صغار بزاف كما كتلاحظوا، مربعات اللي صغار. حبه وحده راها كافياكم. الا غادي ديروا جوج حشوات، فيعني الا غادي ديروا حجم كبير فتقدروا ديروا يعني بطاطا تكون كبيره، اولا جوج حبات ديال البطاطا. وغادي نقليهم على جنب. بالنسبه هنايا الحشوه الثانيه، درت هنا شويه ديال الزيت وحبه وحده ديال البصله. غادي ندير واحد فص ديال الثومه. فهنا انا غادي نشارك معكم هاد جوج حشوات، وانتم اللي يعجبكم ديروه، يعني اللي متوفر عندكم، اولا تقدروا ديروهم هكا بجوج، يعني تختلفوا هكا ملي تحطوهم هكا في المائده، يعني يجيكم جوج حشوات مختلفين، ما ديروش يعني كيش واحد بحشوه وحده. فانا ضفت شويه ديال البزار مع شويه ديال الملحه، وصافي. غادي نشحر مزيان ديك البصله، نخليها حتى كتشحر مزيان. وغادي نضيف ليها الفطر المعلب. بالنسبه للفطر انا خليته هكا يكون قطع لي طوال، ما قطعتوش، بغيتو يعني يجيني هكا باين في ليكيش ديالي. غادي نخلي هاد البصله وداك الشامبينيون حتى كيتشحروا مزيان، حتى كيطيبوا. وبالنسبه للدجاج ديالي راه هنا بدا كيطيب، غادي نخليه غير حتى كتنشف لينا ديك التغميره. هنا ملي تشحرت عندي مزيان ديك البصله هي وداك الشامبينيون، ضفت عليهم هنا السبانخ. فهنا يعني كديروا الكميه على حساب شحال غادي ديروا. شوفوا نتوما، فبالنسبه لهاد السبانخ راه قد ما درتي فيه راه ما كيبانش، غير كيضربوا الصوت ما كيبقاش كاع يبان في المقله. كنحاولوا نشحروه مزيان. وبالنسبه هنايا لداك الدجاج راه طاب، غادي نحيدو. فهنا بغيتو ديروا قطع ديال الدجاج، الا ما عندكمش هكا الصدر تقدروا ديروا قطع ديال الدجاج حتى كيطيبوا يعني، وتحيدوهم وتفرتوهم هكا. بالنسبه لديك التغميره غادي نخليها يعني حتى كتنشف، وفي نفس الوقت كنحرك ديك الحشوه ديال السبانخ، كنخليهم حتى كيتشحروا مزيان. وبالنسبه للتوابل راه درنا فيها غير الملحه والبزار. وهنا كتكون عندنا الحشوه ديالنا واجده. دابا غادي نحيدها على جنب. هذا هو الشكل ديالها. وهنا غادي ناخذ داك الدجاج ديالي، نحاول نفردو مزيان بهذه الطريقه. انا هنا استعنت بالفرشيطه حيت باقي سخون، الله حيدته. كتحاولوا تحلوه، وديك التغميره ديالنا من بعد ما نشفات كتكون على هذا الشكل. وبالنسبه للعجينه ديالي دابا لا خرجتها من المجمد، غادي ندخلها للفران طيب ليا نص طيبه، ومن بعد ندوزو نعمروها. دابا غادي نديرو هنايا لاباراياكيش اللي غادي ندير فيها انا غير القشطه الطريه. درت واحد علبه هكا اللي صغيره ديال الرابعه، اولا كاس ديال العلبه ديال القشطه الطريه، وضفت معاه هنايا الفرماج. بالنسبه للفرماج انا ما غاديش نديرو من الفوق، يعني داك الفرماج اللي غندير من الفوق خديته وخلطته مع هاد القشطه الطريه. درتها هكا فوق النار حتى يعني سخنات وداب داك الفرماج اللي درت فيها. صافي وغادي نحيدها على جنب. بالنسبه لابارايا كاش تقدروا ديروا غير الياغورت طبيعي وتخلطوا معاه البيض وصافي وديروها كامل الفوق. انا يعني نتوما ديروا اللي بغيتوا. هنايا بالنسبه للعجينه ديالي ملي خرجتها من الفران يعني سيبتها نص طيبه، غادي ندير ليكيش الاول ديال الدجاج اللي غادي ندير فيه داك البطاطا اللي قليتها كما كتلاحظوا راني قليتها في الزيت، وغادي نضيف دوك الطريفات ديال الدجاج هكا من الفوق، وغادي ندير ديك التغميره
غادي نحاول نوزعها على داك الدجاج باش هكا ما يجيناش ناشف. نحاول ندير هكا من الفوق، اولا ديروا ديك الشرموله ديروها في التحت، ملي ديروا البطاطا ديروا عليها ديك التغميره، لكم الاختيار. وغادي ناخذ داك لابارايا كيش ديالي وغادي نديرها هكا من الفوق. فهنا انا ما ضفتش ليها الملحه حيت درت كلشي مالح، داكشي علاش ما ضفتش الملحه هنايا في هاد القشطه الطريه، واصلا الفرماج عندي مالح والحشوه كلشي مالح. كنحاول نوزع ديك الكريمه من الفوق. بالنسبه للكيش الثاني، الحشوه الثانيه هنا ديال السبانخ والشامبينيون، تقدروا ديروا غير هاد الحشوه يعني، اولا تضيفوا عليها هنايا الطون ديال الزيت ديروها هكا من الفوق. انا ما متوفرش عندي الطون، غادي ندير هكا شويه ديال القمران من الفوق. فهنا نتوما تقدروا تخليوها غير هكاك، لكم الاختيار، ولكن راه كتجي رائعه في كلتا الحالتين، سواء درتو القمران ولا ما درتوش ولا درتو الطون، كلهم كيجيو حشوات اللي لذات بزاف. صافي نفس الطريقه غادي ناخذ ديك لابارايا كيش غادي نديرها من الفوق. بالنسبه لديك الكميه اللي درت يعني كاس ديال القشطه الطريه راها كافياكم في هاد جوج كيشات هكا صغار، ولا وحده كبيره راها كافياكم. انا غادي نحاول هكا بداك الكوردون باش هكا تنزل لينا ديك لابارايا وما تسيحش لينا هكا في الجناب. بهذه الطريقه فهاد الاثناء راني شعلت على الفران وغادي ندخلهم نخليهم حتى كيتحمروا من الفوق. اصلا العجينه ديالنا راه طيبناها نص طيبه، نخليوها حتى كتحمر هكا من الفوق ويتحمر لينا العجينه من الجناب. تيكون هذا هو الشكل ديالها ملي خرجتها من الفران، كتجي هكا محمره، والعجينه كما كتلاحظوا راه ما نزلاتش، بقات في الشكل ديالها. غير ديروها في المجمد داك الوقت اللي كتوجدوا في الحشوه، حطوا العجينه ديالكم في المجمد. بهذه الطريقه كتضمنوا ان العجينه ديالكم كتبقى بالشكل اللي درتوا ليها، ما كتهبطش عندكم هكا في المول. وهنايا كنحيدها من المول، كتجي هكا محمره وكيجي الشكل ديالها رائع بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. ما تنسوش تخليو لي الاراء ديالكم في التعليق، واش عجبتكم هذه الوصفه اللي شاركت معكم ولا لا. وما تنسوش بطبيعه الحال الا جربتوها تخليو لي الاراء ديالكم. انا غادي نقطعها لكم تشوفوها كي كتجي من الداخل. فبالنسبه لهاد الحشوات كلهم رائعين بزاف ولذاذ، نتمنى ان شاء الله تجربوهم. وهذه ديال الدجاج والبطاطا، علاش درنا البطاطا صغيره باش هكا ما تبانش لينا حيت اصلا انا عندي المول صغير، داكشي علاش قطعتها صغيره. وهذه ديال السبانخ وديال القمرون كتجي حتى هي رائعه بزاف لذيذه. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وغادي يعجبوكم بزاف. ده هو الشكل ديالهم من الداخل. فنتمنى هذا الفيديو اللي شاركت معكم اليوم يعجبكم. الا عجبكم ما تنسوش تخلوا لي واحد اللايك وشي تعليق، تبارطاجيو الوصفه مع عائلتكم وحبابكم. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي نتمنى ان شاء الله تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش هكا توصلوا بكل جديد للقناه. ونقول لكم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم والتعليق ديالكم الزوينه اللي كتفرحني. نقول لكم السلام عليكم، الى فيديو جديد ان شاء الله وصفات جدد، في امان الله.